لله نحن الآن نتجول في المكتبة في الجامعة الإسلامية في مدينة نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في جناح المخطوطات، وأنا أتجول هنا فرأيت مصحف العثماني. فالمصحف العثماني هنا مكتوبة، شوف، نسخة المصحف العثماني من القرن الأول للهجرة. هنا إذا أي شخص يقرأ هذا الكتاب أو المصحف أو المخطوطة لا يستطيع، إذا ما عنده علم ومعرفة عن المخطوطات والكتابات، لأن في الكتابات الحجازية وفي الكتابات الأندلسية وفي الكتابات طريقة الكتابة، أي معنى طريقة الكتابة تختلف. الشاهد بارك الله فيكم، تعال أري الناس المخطوطة، فربما لا تستطيع قراءتها. فبعض المستشرقين وأعداء الدين والملة قالوا هذا دليل بأن القرآن أصلا كان بالسريانية، وأخذه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وكتبه بالعربية، أو الصحابة كتبوا باللغة العربية. لكن أبى الله إلا أن ينصر دينه سبحانه وتعالى. وأنا أقص لكم قصة وقعت لي شخصيا في ركن الخطباء. مرة كان في شخص هذا خبيث أتى بالمخطوطة هذه في الهاتف، ويقول للعرب هناك اقرأوا هذه، ويقول لهم بأن المصحف أو القرآن أصله بالسريانية، فأخذه العرب وكتبوا بالعربية. طيب، فأنا كنت واقف بتوفيق الله وأنا عندي شوية علم عن هذه الأشياء، فقلت له دعني أقرأ هذا الصفحة من هذه المخطوطة. فكانت من سورة يوسف عليه السلام، فألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقلت له عجيب، أنت تقول بالسريانية، فهو قال لي أنت تعرف تقرأ السريانية؟ أنت تكذب، لابد تعرف تقرأ السريانية لأن هذا سرياني. قلت له ما في إشكال، حتى ولو كان بالسريانية لكن يقول بالسريانية أنه عربي، كيف؟ فهذا حجة عليك. فبهت الذي كفر. والآن نفس الشيء أنا أقرأ في الصفحة هنا، هذه الصفحة من سورة النحل. طيب، شوف، لابد تعرف كيف كانوا يكتبوا دال وراء، طريقة يكتبون دال وراء صغيرة جدا، ونفس الطريقة كأنها نفس الطريقة. طيب، ونون نكتبه هكذا، نون أريم أصبعي كيف نكتب نون. الآن نكتب نون هكذا، من قبل تشوف يكتبوها بالمقلوب هكذا كأنها راء، لكن يضعون نقطة. طيب، هي نقطة باللون الأحمر، هذه يعملون. وكذلك كانوا يخلون مساحة بين الأحرف، فهي يعملون فإذا، هذه فإذا، شوف السطر الأول الكلمة الثانية هذه فإذا، ففاء، شوف هذه فاء يضعون نقطة. طيب، فإذا قرأت، شوف قرأت كذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه، شوف هذه في نقطة في السطر الثاني، نقطة ثانية إنه فوق النون، ليس له سلطان. شوف سلطان كيف مكتوبة، سين لام وطاء طويلة، هكذا طاء ونون. طيب، النون كل جاء كل راء وفي وسطها نقطة حمراء. لكن سبحان الله، شوف هذه نفس الصفحة، بعضهم لأن بعض المستشرقين ادعوا بأن هذه باللغة السريانية كما ذكرت آنفا. لكن لو شوف هذه الصفحة من التحت، السطر الأول، طيب 2 3 4 5 6 7، شوف ايش الآية، يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا، شوف هذا، شوف كيف يكتبوا الدال، الدال يكتبون كأنها كاف إذا كانت لاصقة بالهاء، شفت كأنها كاف. وهذا لسان عربي مبين. سبحان الله، even this chapter، هذه الصفحة تقول لك بأنها القرآن بالعربي. فأبى الله إلا أن ينصر دينه ويلجم أعداءه، فالحمد لله. فهذا رد على النصارى، يقول عندكم مخطوطات، احنا عندنا مخطوطة القرن الأول هجري، بل النصارى لو عندهم هذه المخطوطة لأقاموا الدنيا وما أقعدوها. طيب، فنحن كما يقول ابن تيمية في الجواب الصحيح، قال نحن أولا لا نعتمد على المخطوطات، نحن لو وجدنا حتى كما قلت تنازل المخطوطة في أخطاء من كتبها، ربما الذي كتب أخطأ، فماذا نرجع إلى الحفاظ الذي عندهم إسناد يرجع إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى الله رب العالمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. فهذه كما أقول لك معلومة أردت أن
ننشرها إن شاء الله تعالى. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وجزا الله خيرا الدولة السعودية على هذه العناية التامة. والله الجامعة ما شاء الله كبيرة ما شاء الله، والآن الطلاب يأتون من يدفع لهم المال؟ الدولة. بعد يأتيك شخص الله المستعان مضروب طاوة كما يقول في الجزائر ويطعن في الدولة. بارك الله فيهم.